مين اللي روايته سيطرت وقتها؟ 3 حكايات كان ممكن يكونوا ترند في 2001 لو أيامها نزلوا على السوشيال ميديا، وأول حكاية هي حكاية ال5 إسرائيليين الراقصين. 11 سبتمبر 2001 ست في نيوجيرسي جريت على بلكونتها عشان عايزة تشوف ايه اللي حصل للبرجين، بس بدل ما تلاقي إجابات شافت حاجة لخبطتها أكتر. في البارك اللي تحتها في 5 شباب واقفين على فان لونها أبيض عمالين بيرقصوا وبيضحكوا وبيصوروا البرجين وهم بيتحرقوا. And I could see that they were like happy, you know, they looked shocked to me. بلغت البوليس والFBI فتحوا تحقيق كبير. ال5 شباب طلعوا إسرائيليين، على الأقل 2 منهم ليهم علاقة بالموساد. الفان اللي كانوا واقفين عليها تابعة لشركة اسمها Urban Moving Systems، وصاحب الشركة هرب على إسرائيل بعد أول تحقيق معاه. بعد فترة جريدة The Forward نشرت عن مسؤول كبير سابق في المخابرات الأمريكية إن التحقيقات استنتجت إن الشركة دي واجهة للموساد، بمعنى إن هما كانوا شغالين على عملية استخباراتية إسرائيلية جوه أمريكا عشان يراقبوا المسلمين اللي هناك. أمريكا المفروض كانت تقلق، لكن بعد شهرين إدارة بوش تدخلت. ال5 اتسابوا ورجعوا إسرائيل في صفقة سرية. المدعي العام وقتها جون أشكروفت وقع الإفراج، وكان معروف إنه مسيحي صهيوني، وبعد كام سنة بقى لوبي لصالح إسرائيل. والأغرب من كده لما رجعوا إسرائيل طلعوا على التلفزيون وقالوا إنهم كانوا في نيويورك علشان يوثقوا الحدث. طب إزاي توثق هجوم لو ما كنتش عارف إن هو هيحصل؟ باختصار إسرائيل كانت عارفة، والسؤال الحقيقي ليه يخفوا ده عن حليفهم؟ وليه ما حموش المدنيين الأمريكان من الكارثة دي؟ وده ياخدنا للحكاية التانية، رد فعل نتنياهو على 11 سبتمبر. لما اتسأل عن تأثير الهجمات على العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، نتنياهو رد من غير تردد. أول كلمة قالها